مشاهدينا الأكارم، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. ومن الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. $786 مليون في إعالة المعاقين. دعوة للاهتمام بالمواقع التاريخية في معدر. جهود لرفع المشاركة التعليمية في غوني. معطل جندي أممي في مواجهات مسلحة في بانغي. اشتباك أمريكي روسي في مجلس الأمن بشأن سوريا. ورئيس فيسبوك يعتذر أمام الكونغرس. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة هذا المساء. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن الحكومة قدمت مبلغ حوالي 786 مليون نقفة من عام 2003 وحتى 2015 لإعالة معاقي الحرب. وأوضحت أن الدعم المقدم ل 4707 معاق حرب خصص للشؤون الاجتماعية والإدارية والصحية، وأسهم كثيرا في نشاطهم اليومي وحياتهم المعيشية. كما قدمت الحكومة قروض بمبلغ 137 مليون نقفة ل 5212 مواطن، بينهم 1382 امرأة من المعاقين وأعضاء الجيش سابقا للاعتماد على أنفسهم، بحيث خصص حوالي 88% منه في النشاط الزراعي والتجاري. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 99% من هذه القروض حققت النتائج المرجوة منها وأعيدت في أوانها، ويبين ذلك تنفيذ المعاقين فكرة الاعتماد على الذات. وذكرت عن تنظيم السيمينارات التنويرية في 52 مديرية لتقوية النظرة الإيجابية تجاه المعاقين وتعزيز كفالتهم ورعايتهم وتمكينهم من الاستفادة من الموارد. وقد حققت هذه الجهود النتائج المشجعة. وأشهدت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالأنشطة الطوعية لعمال التأهيل في القرى التي مكنت استطلاعاتهم من استفادة أكثر من 52 ألف معاق من حقوق الأراضي الزراعية والسكن، و16 ألف معاق من خدمات العلاج المجاني، واستفادة 1430 معاق من التأهيل المهني والتعليمي. وكذلك نجحهم في انتخابات إدارات القرى والمجلس الشعبي. أكد سكان معدر بمديرية أرعة على العمل للإيفاء بكل المتطلبات لحماية المواقع التاريخية الكائنة في منطقتهم. وأوضح السكان عن الاستعداد للعمل مع الجهات المعنية لحماية المواقع الأثرية باعتبارها تعكس التاريخ والهوية ولأهميتها السياحية. وأشار إلى أن الحفاظ على المسجد الأثري وحماية الأشجار الأصيلة نتاج عن الثقافة المترسخة للحفاظ على البيئة عامة والآثار خاصة، وسيعملون لنقلها إلى الأجيال الحديثة. وناشدوا الجهات المعنية للاهتمام من أجل دعم جهودهم لدورها الهام. وتشير وثائق مكتب وزارة السياحة في إقليم جنوب البحر الأحمر إلى أن مسجد معدر البالغ ارتفاعه 12 مترا وعرض 6 أمتار له أكثر من 1300 سنة، وتبعد معدر مسافة حوالي 355 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة عصب. أوضح مسؤول المدارس في مديرية غونيا الأستاذ داود حامد أن العمل المنسق يجري لموازاة مشاركة الطلاب في التعليم مع المؤسسات التعليمية المتاحة ورفع مشاركة الإناث في التعليم. وقال في الاجتماع الذي عقد لتقييم أوضاع التعليم أن الجهود المبذولة حققت نتائج مرضية، داعيا الجهات الحكومية للتعاون مع المجتمع للدفع بهذه الجهود. وأشار تقرير مدراء المدارس إلى أن عدد الطلاب غير مشجع عموما، خاصة الطالبات، الذي يتوجب الاهتمام به أكثر. من ناحية ثانية، التقى مدير مديرية غونيا السيد محمد إيلا بطلاب حشاكيتو داعيا إياهم لاستشراف مستقبلهم بالتفوق التعليمي.
قال مدير مدرسة نور الفجر في قحتلة بمديرية قندع الأستاذ جمال صالح إن مشاركة الإناث في التعليم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تعتبر أكبر من الذكور نتيجة حملات التوعية الجارية. وأوضح لوكالة إيرينا أن مشاركة الطالبات التي وصلت 51% تنخفض في المرحلة الثانوية لمختلف الأسباب، مما يتطلب بذل الجهود المنسقة لمعرفة الأسباب وحلها. وأشار إلى أن المكتبة الرقمية التي أدخلت في المدرسة خفقت من إشكالية نقص الكتب ورفع معرفة الطلاب بالتقانة. وذكر أعضاء لجنة المدرسة بأن زواج القاصرات والمتابعة المتدنية لأولياء الأمور من المصاعب التعليمية الرئيسية، داعية الاتحادين الوطنيين للمرأة والشباب والطلبة والشركاء الآخرين لتقوية التوعية لحل هذه الإشكالية. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا ما زالت مستمرة معكم، لكن بعد فاصل قصير فكونوا معنا. أهلا بكم. قتل جندي من القبعات الزرق وأصيب 8 آخرون في مواجهات اندلعت في بانجي بين قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى ومسلحين بحسب مصدر أمني. وقال المصدر أن المواجهات المسلحة التي دارت في العاصمة أسفرت أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 46 مدنيا بجروح، بينهم 44 تولت علاجهم أطباء بلا حدود، كما أفاد مسؤول في المنظمة الإنسانية. أما الجريحان الباقيان فنقلا إلى مستشفى الأطفال في بانجي بحسب ما أعلن مسؤول في المستشفى. اشتبكت الولايات المتحدة مع روسيا بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي، إذ عارضت كل منهما محاولة الأخرى لإجراء تحقيقات دولية في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا. وأوقفت موسكو وواشنطن محاولات كل منهما في مجلس الأمن لبدء التحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا التي تشهد حربا أهلية دخلت عامها الثامن. وتدرس الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام يوم السبت على مدينة دوما الخاضعة للمعارضة والتي صمدت طويلا أمام القوات الحكومية السورية. وفشل مجلس الأمن في إقرار 3 مشروعات قرارات بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا. فقد استخدمت روسيا حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي سعى إلى إجراء تحقيق يحدد المسؤول عن مثل هذه الهجمات، في حين أخفق مشروعا قرارين قدمتهما روسيا في الحصول على 9 أصوات. اعتذر رئيس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ أمام مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي في إطار الفضائح التي تهز شبكته للتواصل الاجتماعي، تاركا بعض الأسئلة من دون أجوبة. وخلال مثوله الأول الذي كان ينتظر بترقب شديد، واجه زوكربيرغ على مدى 5 ساعات أسئلة كثيرة طرحها أعضاء مجلس الشيوخ حول إدارته لمشكلة سوء استخدام منصته ولمسألة حماية البيانات الشخصية وصولا إلى التلاعب السياسي. وقدم زوكربيرغ اعتذاراته الشخصية لأنه لم يدرك بسرعة إلى أي حد يمكن التلاعب بشبكة فيسبوك. صنفت موسوعة جينيس وورلد ريكوردز ماسازو نوناكا الياباني البالغ من العمر 112 عاما كأكبر الرجال سنا في العالم حاليا. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن نوناكا ولد في مدينة أشورو شمال اليابان في 25 من يوليو 1905، وهو العام الذي نشر فيه ألبرت أينشتاين نظريته النسبية. وكانت موسوعة جينيس تحاول إيجاد أكبر معمر بعد وفاة الحاصل على اللقب يسرائيل كريستال في أغسطس الماضي عن عمر يناهز 113 عاما.
مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.